هل بالفعل كان هناك معارك في مصر القديمة تشبه أو معركة في مصر القديمة تشبه؟ أنا عندي محاضرة اسمها 6 أكتوبر ومعركة مجدو، ميم جيم دال واو، مجدو، معركتان في الميزان. معركة مجدو دي معركة عجيبة جدا، واللي قادها طبعا القائد العسكري الأهم في تاريخ مصر القديمة، وهو الملك القائد العسكري جحوتي مس الثالث، اللي احنا نسميه تحتمس الثالث. طبعا تحتمس دي غلط، فهو الاسم الأصلي بتاعه جحوتي مس الثالث. الحقيقة المعركة دي معركة عجيبة، ومعركة فيها تشابه كبير جدا بينها وبين 6 أكتوبر. ليا محاضرة السنة دي اسمها انتصارات المستحيل، وده عنوان الحقيقة أنا لسه خطه النهاردة. يعني أنا لسه حاطط العنوان ده النهاردة الصبح، اللي هو انتصارات المستحيل. لأن في كثير من الأحيان لو أنت كان حد قال لك هتعدي خط بارلاف وإن مصر في 73 وكل هذا، كانت الناس هتقول لك مش عارف ايه وبتاع، وممكن البعض يعني ايه يسخر ويقول لك مش عارف ايه وبتاع. فكانت هي المفاجأة بتاعت عملاقة الجندي المصري، تعملق من عملاق يعني، تعملق الجندي المصري على مدار التاريخ. على فكرة لو بصيتي في عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز، استحالة انت بتحاربي جيش تقريبا محتل نص العالم. يعني المغول والتتار دول كانوا قاضيين على ممالك جامدة جدا، ممالك على أعلى مستوى. فبتقابليهم في عين جالوت في فلسطين. المعركة دي مش غيرت كما أنا قلت، يعني لم تغير فقط ال التاريخ، ولكن أيضا غيرت الجغرافيا. متخيلة؟ لأن لو كانت عين جالوت دي الجيش بقيادة سيف الدين قطز بين المسلمين والمصريين وكده، لو كانوا اتهزموا، كانت المغول والتتار وكده كانوا طلعوا بقى، كانوا ممكن جدا يطلعوا شمالا يخشوا بقى على ما تسمى اوروبا، او ينزلوا تحت بقى ويبيدوا بقى. ما هم دي كانت جيوش بتبيد وبتكسر. يعني دول بيخشوا يحطموا ويقتلوا في الناس. شوفي عملوا ايه في بغداد، 40 يوم بيقتلوا وبيحرقوا وبيعملوا، والمخطوطات العلمية يرموها في المية، والمكاتب يدمروها يعني كانت الحقيقة كارثة، يعني كانت كارثة. ولكن يتعملق الجيش المصري في عين جالوت وجيش المسلمين وبقيادة سيف الدين قطز طبعا، والصيحة الشهيرة وإسلاما وإسلاما. فبالتالي يعني معجزة، دي معجزة عسكرية، معجزة عسكرية بكل أنواع. لما تيجي تبص على إزاي نحتفل، لا نحتفل بأشياء كثيرة خارج الصندوق.